المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنظم ندوة في مدينة كرن. إشادة بمساهمة الشباب المهنيين العاملين في الشركات والمؤسسات الصناعية الزراعية. اختتام الأسبوع الريادي والثقافي لمدارس مديرية بارنتو. الفيضانات في تنزانيا تخلف 58 قتيلا وسط تحذيرات. الفلبين تغلق الباب أمام القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها. وصندوق النقد الدولي يتوقع نموا عالميا بطيئا في عام 2024. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزارة الأراضي والمياه والبيئة في كرن خلال 15 و16 من أبريل ندوة حول أهمية وحقائق وتحديات قوانين وإعلانات البيئة والمياه والأراضي، وكذلك أهمية وفوائد التسجيل المساحي. وفي كلمته الافتتاحية قال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبرسلاسي أن ورشة العمل ستساعد في زيادة الوعي حول موارد الأراضي والمياه والبيئة، موضحا بأن ذلك سيساعد في عمل أفضل وأحسن، كما أن كافة الجهود لا يمكن أن تكون فعالة دون إدارة سليمة. وأضاف أن الهدف الرئيسي هو توضيح الأساليب التي تتبعها الحكومة ومناقشة كيفية استخدامها بطريقة تعود بالنفع على الجميع. وفي التوضيح الذي قدمه السيد تسفاي فيما يتعلق بالأراضي، تتضمن السياسة الكلية للحكومة التي تم صياغتها في عام 1994 تتضمن المساواة في حقوق الاستخدام والاستخدام الفعال لتجنب العواقب السلبية غير المرغوب فيها على الأراضي. وتعمل الحكومة أيضا على رفع مستوى الوعي العام من خلال إصدار إعلانات الأراضي لتعزيز التنمية والقضاء على النزاعات. بالإضافة إلى ذلك قال سيد تسفاي إن معدل هطول الأمطار السنوي يتراوح بين 100 ملم إلى 900 ملم على المستوى الوطني، فإذا تمت إدارة هذا الأمر وصيانته بشكل صحيح فيمكن أن يكون كافيا لجميع احتياجات البلاد. وأوضح أن الطلب المتزايد على المياه للاستخدام المنزلي وتطوير الري والقطاعات الأخرى من بين التحديات الرئيسية لتنمية الموارد المائية، موضحا أن الخيار الوحيد لحل هذه المشكلة هو توفير الموارد الموجودة وإدارتها بشكل صحيح وتجديد المياه الجوفية والسيطرة عليها. وأشار سعادته فيما يتعلق بالبيئة أن نحو 31 نوعا من أنواع المحاصيل المختلفة وبعض أنواع الأشجار وقنفذ البحر من الزواحف المعرضة لخطر الانقراض بسبب سوء الاستخدام. وبهذه المناسبة تم تقديم شرح عن معنى وأهمية وفوائد التسجيل المساحي ومضمون إعلان التسجيل رقم 95 لعام 1997. ومن جانبهم قال المشاركون إن مثل هذه المحاضرات التوعوية يجب أن تستمر، مناشدين للعمل الجاد الهادف إلى منع المحاصيل الأصلية من الانقراض والإبادة، والنظر في كيفية التخلص من البطاريات الشمسية منتهية الصلاحية، فضلا عن إيلاء الاهتمام بالمواد الكيميائية لأنشطة التعدين غير القانونية، إضافة إلى زيادة الوعي العام بشأن إدارة النفايات. وفي كلمته الختامية قال حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى إن المناقشة ستعزز الوعي والمعرفة الحالية وتدعو إلى عمل أقوى، مناشدا المجتمعين لنقل المعرفة المكتسبة إلى الجميع. يساهم الشباب الذين تخرجوا من الكليات ومراكز التدريب المهني وتم تعيينهم في الشركات والمؤسسات الصناعية الزراعية في إقليم الكاشبركة بشكل كبير، يساهمون في أنشطة هذه المؤسسات إلى جانب المهارات العملية التي يظلوا يكتسبونها. وقال المقدم تكي والدون مدير مصنعي بناتوم ألبو أفهمبول لوكالة الأنباء الإريتريا إيرلينا أن الشباب لم يحلوا مشكلة النقص في القوى العاملة المهنية في المصانع فحسب، بل طوروا مهاراتهم وأتقنوا جميع أنواع الوظائف، مما ساهم ذلك في تنمية الإنتاجية لتلك المؤسسات.
وقال الشباب الذين يقدمون مساهمات مهنية فاعلة في مصنع بناتوم ألبو إن الدروس العملية التي اكتسبوها بعد تعيينهم في المصانع ساهمت بشكل كبير في تحسين مهاراتهم من خلال تعزيز ما تعلموه نظريا. وقال الشباب الموظفون في ورشة الحدادة والمعدات الزراعية في ألبو إن الفرص مكنتهم من تعلم أكثر من مهنة وتمكنوا من العمل والإنتاج بثقة. وأوضح المشرفون والمهنيون أن الشركات والمؤسسات الصناعية الزراعية التي أقيمت في أجزاء مختلفة من إقليم الكاشبركم تساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة المهنية للشباب، داعين الشباب لاستغلال الفرص جيدا. نظم مكتب التعليم في مديرية بارنتو في الفترة من 12 إلى 14 من أبريل أسبوعا رياضيا وثقافيا لمدارس المديرية تحت شعار التعليم المؤهل أساس التنمية المستدامة. وشارك طلاب المدارس الابتدائية إلى الثانوية في هذا الأسبوع الذي اشتمل على مسابقات رياضية وثقافية وقرية التعليم وفن الخطابة ومنشطي كرة القدم وألعاب القوى. وأشار الأستاذ داوود كلالا رئيس مكتب التعليم بالمديرية إلى أن الأسبوع شارك فيه حوالي 450 طالبا و50 معلما، مما يساهم ذلك بفعالية لاختيار المشاركين في منافسات الأسبوع الرياضي الثقافي الذي سوف ينتظم على مستوى الإقليم. من جانبه أشاد رئيس وحدة الثقافة والريادة والصحة السيد ميكائيل تولدي بالروح التنافسية التي أبداها الطلاب، وقال إن الأسبوع له أهمية كبيرة حيث يلعب الطلاب الصغار دورا مهما في تعزيز البرامج الثقافية والرياضية إلى جانب الأنشطة التعليمية المنتظمة. وحث رئيس فرع التعليم بإقليم الكاشبرك الأستاذ محمد علي إبراهيم حث جميع المدارس على أخذ الأسبوع في محمل الجد، مشيرا إلى أنه يساهم في بناء العقل والجسم السليم للطلاب. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات. نظمت محاضرات حول القانون للمواطنين وموظفي الخدمة المدنية وطلاب مدرسة الدعوة المتوسطة والثانوية في 13 إدارة الضاحية في مديرية لوغو عنسبة. وخلال المحاضرة التي ألقيت في الفترة من 11 إلى 17 من أبريل قال قائد مركز شرطة مقركة العريف سمعان ولد قريمة إن زيادة الوعي بالقانون أمر أساسي في مكافحة الجريمة، ودعا الطلاب إلى الانضباط وزيادة تعاون المجتمع مع الشرطة. وقال ضابط مكافحة الجرائم العريف يحيى عمر بعد توضيح أهم المهام للشرطة إن الشرطة ستركز على منع الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة والعمل بالتركيز على إنفاذ قوانين المرور. وطرح المشاركون ضرورة مشاركة المواطنين بشكل فعال في كشف المجرمين، وينبغي بناء مركز شرطة إضافي في المناطق النائية، وكذا التحكم في ساعات عمل الحانات، ولا سيما تعزيز حملات توعية موجهة على الشباب. أجرى مكتب الزراعة في مديرية ماي عيني حملة تطعيم واسعة النطاق في 8 ضواحي من ضواحي المديرية للوقاية من داء الكلب. وقال المكتب أن الحملة نفذت ابتداء من شهر مارس في بعض إدارات الضواحي وبلدة ماي عيني وستستمر في الضواحي المتبقية. وقال السكان إنهم يرون نتائج التطعيم المجاني بينة على سلامة أنفسهم ومواشيهم، مناشدين لمواصلتها بهذه الفعالية. فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أودت الفيضانات العارمة في تنزانيا بحياة 58 شخصا على الأقل، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على شرق إفريقيا منذ أسبوعين. وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 5 من مارس من أن الأمطار الموسمية ستقترن هذا العام بظاهرة النينيو، ظاهرة النينيو المناخية التي بدأت منتصف عام 2023 ويمكن أن تستمر حتى مايو. أعلن الرئيس الفلبيني فرديناندو ماركوس جونيور أن إدارته ليس لديها نية في منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى المزيد من القواعد العسكرية في الفلبين.
وشدد على أن وجود الجيش الأمريكي في العديد من المعسكرات والمواقع حتى الآن كان بسبب التصرفات العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وأكد الرئيس الفلبيني أن بلاده لا تخطط لمنح الولايات المتحدة المزيد من القواعد العسكرية على أراضيها. وسمح الرئيس الفلبيني الذي تولى منصبه في عام 2022 للقوات الأمريكية والأسلحة بالوصول إلى 4 قواعد عسكرية فلبينية. ورفع هذا القرار عدد المواقع التي يمكن للقوات الأمريكية التواجد فيها بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014 إلى 9. قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نمو بطيء لكنه ثابت لعام آخر، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعام 2024 و2025. وتوقع الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8% بحلول نهاية 2024 من 4% العام الماضي، وإلى 2.4% في 2025. ووصف التقرير السيناريو المعاكس الذي سيؤدي فيه التصعيد في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار النفط 15% وارتفاع تكاليف الشحن، مما سيرفع التضخم العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية. أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز لونج مارش 2D مرسلة على متنه قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء. وانطلق الصاروخ من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، وأرسل القمر الصناعي قاو جينغ 301 إلى المدار المحدد مسبقا. وسيوفر القمر الصناعي خدمات تجارية لاستشعار البيانات عن بعد المجالات الصاعدة مثل الزراعة الرقمية ونمذجة المعلومات الحضرية والبث المباشر ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى المجالات التقليدية مثل مسح الأراضي ورسم الخرائط والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها والرصد البحري. وتعد هذه مهمة الإطلاق رقم 516 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش. مشاهدينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنظم ندوة في مدينة كرن. إشادة بمساهمة الشباب المهنيين العاملين في الشركات والمؤسسات الصناعية الزراعية. اختتام الأسبوع الرياضي والثقافي لمدارس مديرية بارنتو. الفيضانات في تنزانيا تخلف 58 قتيلا وسط تحذيرات. الفلبين تغلق الباب أمام القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها. وصندوق النقد الدولي يتوقع نموا عالميا بطيئا في 2024. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.